يا زايد عبالكم تفوت لكم مال البارحه ونخليها هي تمر مرور الكرام، وما نطلع ونحكي اللي صار قبل المباراه وبالمباراه وبعد المباراه. لا والله، مثل ما نطلع وانتقدنا بعض البلدان والسلبيات اللي صارت عندهم ضد المنتخب العراقي وضد الجماهير العراقيه، اليوم واجب علينا نطلع وننصفكم على اللي سويتوه للمنتخب العراقي وجماهيرنا. والله العظيم استقباله من البدايه احسن معامله للجماهير وللمنتخب، ما واجهوا اي مشاكل المنتخب العراقي او جماهيرنا. استقبال قبل المباراة وعدم شحن المباراة من الجماهير نفسها، ما شفنا اي واحد طلع عن طوره، واحد راح يمين راح يسار، لا بقت المباراة فقط باطار كرة القدم، ما طلعت منا وهو هذا الصحيح. وبالمباراة ووقفتكم للنشيد الوطني وتلاوة النشيد الوطني كذلك، وبعد الاستقبال للجماهير العراقيه. شوف هاي البطايق اللي وزعوها للجماهير العراقيه، وبنفس الوقت شوف المكان اللي انطوه للجمهور العراقي. المكان شوف كلش قريب على الملعب، يعني مو مثل غيرهم ذبك فوق وما احترمك وما انطاك تقديرك، لا والله العظيم. وبعد المباراة والتوديع وحتى في حال التعادل والضغط عليهم، اساءة ما شفناها من الجماهير الاماراتيه او من الشعب الاماراتي او من الحكومه الاماراتيه. والله العظيم كلمات الشكر لا تكفيكم، وان شاء الله نرد لكم هذا الجميل بالبسط.